السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا ينصر اخواتنا في غزة ان شاء الله، وفلسطين كلها بصفة عامة، ويرحم شهدائنا ان شاء الله. الاسبوع التاسع من الدوري الممتاز بدأ النهارده اليوم الاول 4 مباريات. فيوتشر مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا الساعة 4. كانت مباراة قوية. قدر فيوتشر انه يحرز هدف عن طريق مروان محسن من رأسية جميلة، وما قدرش الشوط الأولاني سيراميكا يرجع، لكن الشوط الثاني حاول وسيطر إلى حد ما شوية، لكن ما قدرش يرجع حتى الدقيقة الرابعة من الوقت الضايع يقدر يتعادل بقذيفة صاروخية من محمد شكري، علشان ما يديش الفرصة لمودرن فيوتشر ان هو يعكنن عليه نشوة انتصاراته المتتالية ونتائجه الإيجابية مع الكابتن أيمن الرمادي، ويخرجوا حبايب كل فرقة بنقطة. البنك الأهلي والجونة مباراة متعة بعد الدقيقة 45 دقيقة مفيش أهداف. الدقيقة 51 يقدر حسام أوفونا يحرز الهدف الأول للجونة، ثم هدف التعادل عن طريق جريندو من ضربة رأس. هدف بامبو في الضيقة يمكن أخطأ فيها مسعود، هو لو قفل الضيقة مش هتدخل عشان يتقدم البنك 2-1. ثم هدف التعادل عن طريق نفس اللاعب حسام أوفونا اللي كان نجم المباراة وأحرز هاتريك، اللي قدر إنه يحرز الهدف الثالث علشان الجونة يخطف 3 نقاط مهمة جدا ويزود من جراح البنك الأهلي. المصري والزمالك، طبعا الزمالك نزل، أول ما نزل سيطر شوية ثم ما قدرش إنه يحرز أهداف. حتى المصري هو اللي أضاع ضربة جزاء عن طريق إلياس الجلاسي. ثم في الوقت الضايع من الشوط الأولاني في الدقيقة 6 من الوقت الضايع يقدر إناوي يحرز هدف من جملة جميلة، ضربوا خط ظهر النادي الزمالك وراح حط بطن رجله جون. يحاول الزمالك انه يرجع ما يقدرش، ويحصد المصري 3 نقاط مهمة جدا واول هزيمة لمعتمد جمال. بس انا شايف ان يعني وارد، بس يعني الراجل ماشي الى حد ما بخطى ثابتة، وان شاء الله يعوض في اللي جاي في حدود الامكانيات. ثم بيراميدز وبلدية المحلة، وأولى مباريات البلدية مع الكبار، وكانت مباراة جميلة. هدف لبيراميدز عن طريق فيستون مايلي في الدقيقة 22، ثم هدف التعادل عن طريق حسام أشرف اللي اتكلمنا إن معرفش الزمالك سابه ازاي. لعيب كويس جدا وماشي كويس مع البلدية. في الدقيقة 32 من رأسية ولا أروع، ثم هدف تاني عن طريق فخر لقاي، ثم هدف التعادل عن طريق أحمد رضا، ونقدر نقول البلدية تمام مع الكبار. وبكده يبقى خلصنا 4 مباريات، وإن شاء الله نتابع المباريات الباقية ونتكلم عنها. السلام عليكم.